لا حول ولا قوة إلا بالله. واحنا مكتوب علينا عدم الراحة. لسه من شوية حسام غالي وعملنا فيديو ومسحنا بكرامته الأرض. دلوقتي الخطيب بيتنحى عن الانتخابات. كلام طبعا ما يخشش دماغ عيل صغير. ولا انت عايز تعيد محمود معروف؟ محمود معروف ضحك عليك وانت كنت لاعب وخلاك اعتزلت وحاولت ترجع بعديها. السايس ما رضيش يخليك ترجع تاني عشان كنت عاوز تلعب في كاس العالم 90. واحنا ما بنتعلمش ولا ايه الوضع بالظبط؟ انت كانت امنياتك وقعدنا نحارب في اشرف صبحي واشرف صبحي يعك في دمنا على بند ال8 سنين والكلام ده، وانت عملت الانتخابات وظبطت كل حاجه الجمعيه العموميه عشان تقول رايها وخلاص. هتيجي من يوم وليله تقول لي لا انا مش هخش الانتخابات عشان حالتي الصحيه وضغط عائلي. ما الضغط العائلي ده ما موجود عندك بقاله فتره. اللي انت بتعمله ده هروب. يعني انت ما كنتش عايز تجيب فايلر علشان فايلر هرب من النادي قبل بطولة افريقيا، الماتش بتاع قبل الزمالك قبل الوداد والزمالك. كلام طبعا ما يخش عيل صغير. انت في حد ضغط عليك؟ اطلع قول في حد ضغط عليا. وانا برشح انا بستنتج ان ده حد ضغط عليك. دلوقتي الزمالك خلاص اتعمل له طعم وبلعوا الطعم وخلاص، والنادي الزمالك زرع في 60 داهيه. نادي الزمالك جابوا له جون ادوار وبعد كده سحبوا الارض وخلاص ما حدش يقدر يفتح بقه. سابوهم يعملوا ويسووا ويبيعوا 19 فدان، وناس ارتشت وناس خدت فلوس وتعلم عليهم. ما حدش يفتح بقه الا ان دخلوا السجن. وجي سحبوا الارض من الزمالك وخلاص. الدور على النادي الاهلي. انت لو وقف لهم شوكه في زورهم حبوا يراجعوا وراك ولا يفتشوا وراك من وزاره التربيه وزاره الشباب والرياضه لقوك راجل ساق سليم. ايه جاي من يوم وليله انت عاوز تقنعني ان الموضوع ده صدفه ان حسام غالي يطلع يخبط فيك النهارده اول مره في حياته، والنهارده يكون انت سايب خبر لسعد شلبي بعد مجلس الاداره اللي انت عملته مع المجلس؟ يطلع سعد شلبي يقول لهم ده الكابتن مش هيخش الانتخابات. طبعا كلام ما يعقلش. وبعدين عاوز تمشي ازاي والفريق حالته بالطريقه دي؟ ولا عنده مدير فني زي الناس، وعندك اللعيبه في اوضه اللبس كلها قرانات، كلها قرانات. امام حاطط زيزو في دماغه وحاطط تريزيجيه في دماغه، واللعيبه واقفه تبص عليهم، وشوبير حاطط الشناوي في دماغه. مش اوضه لبس، ده بقت اوضه متفجرات. هتسيبهم لمين دول؟ هتسيبهم لمين؟ هتسيبهم لوليد صلاح الدين اللي طالع تلبسه في نص الملعب مع اللعيبه تقول لهم وليد صلاح الدين هو اللي مسؤول عن اي حاجه في كره القدم؟ هيعمل ايه وليد صلاح الدين؟ هيعمل ايه وليد صلاح الدين؟ وبعدين انت ايه بتعمل ايه في الانتخابات؟ يعني بتعزق بالفاس؟ انت عندك صالح سليم كان عيان بالسرطان ومات وهو رئيس النادي الاهلي، وكان بيخلي الكابتن حسن حمدي بيديره وكان بيديره احسن منه. انت الناس اللي عاوز تجيبها بتوع شركه الكوره وجيب معاهم كابتن سعد عبد الحفيظ هيبقى احسن مليون مره من المجلس اللي معاك اللي انت اتكشفت بيه بعد العمري فاروق ما مات الله يرحمه. ما حدش كان بيسند معاك حاجه خالص، وما قدرتش تسافر من بعد المشكله بتاعت ماتش الاهلي والزمالك لحد النهارده. شكل مجلس اداره جديد يا عم الحاج، ناس بتخاف على النادي وبتخاف عليك، واطلع سافر اتعالج زي ما انت عاوز تتعالج. وبعدين على حجه المرض الناس كلها تعبانه، اقسم بجلاله الله ما قادر اقعد 5 دقايق اتكلم فيهم. انا قرط بيه هتقع عينيها، هيقع مني عينيها، هتقع مني من الضغط والقرف اللي انا فيه بسببك. وبعدين دلوقتي حتى عشان نقول ان البلد ضغطت عليك عشان يبيعوا مش يبيعوا، البلد دلوقتي على صفيح ساخن. البلد مش فاضيه دلوقتي ولا اهلي ولا زمالك، البلد على حافه الهويه. محدش حاطط في دماغه دلوقتي الخطيب وحسام غالي ولا طاهر ابو زيد ولا الناس دي. يا عم امشي يا عم، عاوز تمشي احنا هنتحايل عليك. خليهم يجيبوا لنا مصطفى يونس يا اخي، خليه يجيبوا لنا مصطفى يونس عشان تبقى انت مستريحت. خليهم الجمعيه العموميه ما تكملش ال 4000 واحد ويتمموا المجلس ده سنه ثانيه، وانت تسيب النادي ويجيبوا لنا مجلس معين.
حسام غالي مع مصطفى يونس مع، ما تستبعدش يجيبوا له جمال عبد الحميد يقلب اهلاوي. يا اخي احنا في حياتنا ما يعلم بينا الا ربنا. مش ناقصاك يا كابتن محمود، مش ناقصاك. انت بتفكرني الناس بتوع السويد وبتوع اللي من كتر الرفاهيه اللي هم فيهم بينتحروا. انت في ايه؟ انت في مجلس اداره جديد هيتعمل، والناس اللي معاك عدد في الليمون دول هيغوروا في 60 داهيه، وتجيب مجلس اداره تقدر تعتمد عليه، تعتمد عليه. لكن بالطريقه دي انت هتضيع الدنيا. ولا ديانج هيجدد، ولا بن شرقي هيقعد، وحسين الشحات هيمشي، وعبد القادر هيمشي، وشوبير هيمشي. انت شوبير ده هتشوف وشه الحقيقي لو ابنه جاله عقد احتراف، هتشوف الوجه الحقيقي من شوبير. اقسم بالله لا يحارب زي الكلب في مجلس اداره يعض فيكم كل يوم عشان ابنه يطلع يحترف بره. وخلي الدنيا تخرب علشان انت تروح تتعالج. انت مش رايح تتعالج، انت ممكن تتعالج وانت موجود رئيس نادي. وقلت لك ان الكابتن صالح سليم مات وهو كان رئيس نادي، وكان مين اللي بيدير رئيس النادي؟ كان حسن حمدي، وكان بيديره افضل منه. انت حر، انت حر. عايز تسيب الفريق النادي سيبه، بس مش في الوقت ده، مش في الوقت ده. تعمل انتخابات بما يرضى وتترشح غصب عنك، تترشح غصب عنك، لان انت عارف لو مشيت وجه ياسين منصور او محمود طاهر هيديروا النادي زيك ويمكن احسن. بس الناس دي ليها شغلها ولها اعمالها وبتخاف عليها. لكن انت مالكش اعمال ولا حاجه ان حد هيقرفك في شغلك، انت شغلك كله في النادي الاهلي. لكن ياسين منصور هيتضغط عليه في شغله الاصلي. ونفس الحكايه محمود طاهر، والنادي هيتباع هيتعمل زي الزمالك ما اتعمل فيه. وانت حر، وانت حر، انا مش هتحايل عليك.